السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. انا النهاردة جاي اكلمك في اول حاجة. السؤال اللي بيسأل دايما، المكان فين؟ 24 شارع محمد مجدي، ارض شريف، بجوار مكرون ابو سليمان. لو انت جاي من العتبة بتخش شارع عبد العزيز على طول لغاية اما تلاقي تقاطع، بتخش من جنب صيدلية عابدين وتسأل على محل اولاد محمود، يا اما بتسأل على المكرونه ابو سليمان، يا اما بترن عليا وانا بطلع بجيبك. تمام كده؟ تمام. تاني سؤال بيسهل لي، المروحه الباناسونيك احسن ولا حجازي؟ المروحه الباناسونيك احسن ولا المروحه اللي هي التورنادو ال60؟ وانا جاي بقول لك من دلوقتي، المروحه الباناسونيك دي ما تقارنهاش باي مروحه في السوق، هي احسن مروحه في السوق. ما تقوليش ان ال60 بتاع التورنادو احسن فهي تبقى اقوى، ما تقوليش ان دي ماليزي، ما تقوليش الكلام ده، لان باناسونيك بتنزل حاجه، بتنزل ماتيريال، بتنزل خامه، سمعه. فاكيد مش هتنزل مروحه احسن مروحه في السوق ب 2700 من فراغ. تمام. فتيجي اول مروحه في السوق هي باناسونيك، وهي موديل واحد بس، تشتريها من مكان مضمون عشان خاطر في منها مضروب. ادي كده واحد. اتنين، عايز تجيب مروحه اقل منها في تورنادو ال60 بوصه. عايز تجيب الاقل منها، فانت عندك تورنادو اللي هي الاتش دي 5000 ساعه متواصله يا جماعه، ملفات نحاس تقيله ثابته، كل حاجه موجوده فيها. عايز تجيب اقل منها فانت عندك حجازي، نفس الكلام برضه. اقل من تورنادو حاجات بسيطه، فرق بسيط بس ضمان يكسب مع تورنادو طبعا. عايز تجيب الاقل منها فانت عندك البريفكس اللي هي الجامبو او الصاروخ. عايز تجيب بقى مروحه فانت عندك اللي هي التورنادو اللي هي العاديه، ودي اساسا مش احسن حاجه، دي ب 1400 جنيه يا جماعه. بس انت لو رحت اللي هي الرافال مش هتقول لا والله. يعني محدش يكتب لي في الكومنتات الرافال ولا التورنادو الدبليو دبليو، هقول لك الرافال. فرق السعر دوت، يعني دي ب 1150، التاني ب 1400. ها، بس مش هتحس اساسا بحاجه. ده الصاروخ من جاك ب 950 جنيه، نفس هي اللي هي الدبليو دبليو 950 و 1150، التانية ب 1400. فرق السعر دوت مش كقيمه مقابل سعر خالص، يعني دول افضل منها ازاي ما نعرفش. نخش بعد كده في المراوح الشعبي، عندك ناشونال وعندك كرنفال، واتكلمت عليهم قبل كده. ماشي، الناس تعرف ان المراوح اللي هي الشعبي ما بتجيبش هوا وما تستناش منها حاجه، كويس انها شغاله. تمام. مفيش مروحه اقل من 1000 جنيه، اقل من 1000 و 1800 جنيه يقول لك موتور نحاس، عشان نبقى متفقين. اي حد يطلع يقول لك مروحه ب 700 جنيه و800 جنيه و850 و950 ملفات نحاس والكلام دوت كداب. اقل مروحه عشان يعمل لك ملفات نحاس، شوف النحاس بكام واحسبها انت وشوف، ما تجريش وخلاص. فعشان نبقى احنا بس صراحه وكويسين مع بعضين. وفي اي حد بيزني في حاجه بيكتب لي على الواتس وانا برد عليه على طول. تمام. ده السؤال الاول وخلصنا من احسن مروحه في السوق يا جدعان، هي باناسونيك. خلاص خلاص. خش على كده بعد كده المبردات. والناس بتسألني على المبردات، انا ما بعرضش مبردات لان المبردات بتيجي تخلص، بالذات ال60 وال80. ال60 انت عارف سعره كام دلوقتي؟ الفريش ب6.5. انت عارف اللي هو ال80 دوت عامل كام؟ عامل 7.5. في ال120 لتر يبقى عامل 9.5. ده كل ده من فريش. في ماركه اسمها ايدو بضمان بتك، وبتك يا جدعان ما بتعملش اي حاجه وخلاص. بتك دي بتعمل حاجات محترمه وضمان محترم جدا 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 جدا، ب 6000 جنيه. في ميانتا 85 لتر، ده عامل 6000 جنيه. في عندك جاك 85 لتر، وده محترم برضو جدا ب 5800. في عندك كاماتشو هندي ب4.5، ده 80 لتر. فمحدش يجري يقول لي فريش، لان في حاجات تانية زي فريش اقل منها شوية بس برضه هتشتغل زي فريش. كله هيديك عمر افتراضي اقصى حاجة 3-4 سنين. فريش بقى غير فريش، عشان الترومبة دي اساسا كده كده بتبوظ، دي بترفع مية، بترفع. شوف انت قد ايه. طب ال40 لتر الفريش عامل كام؟
ماشي، ال 40 لتر نازل برموت ب 4700. طب ال 25 لتر عامل كام؟ 25 لتر عامل 3 ونص. تمام. دي بخصوص المبردات. ويا ريت اللي عنده سؤال في المبردات او عايز مبرد او الكلام دوت يجي. طيب نخش بعد كده على السؤال بتاع المراوح العمود والحائط. خلينا متفقين ان الحائط في الشعبي بيجيب هوا عن العمود. ازاي؟ انا معرفش، بس هو فعلا وانت جبت ناشونال عمود وجبت ناشونال حائط تلاقي الحائط بتجيب هوا عن العمود، سواء 3 ريشه 5 ريشه. كده كده قوه الموتور مش جامده قوي بس صوتهم عالي، هي دي المشكله. طب انا عايز بقى اجيب مروحه من المراوح اللي هي الحيطه او العمود تكون ممتازه. على فكره فريش محترمه، بس في ناس بتتشائم من فريش، جابتها وجربتها ومش عارف ايه، طلع فيها زنه او عوب صناعه والكلام دوت، فراحت تجيب مراوح ماشي تورنادو او الكلام ده. تورنادو ممتازه، تورنادو ممتازه سواء ال 16 ولا ال 18، بس مفيش احسن من فريش في المراوح ككواليتي كقوة موتور. ما يفرقش حاجة بينها وبين تورنادو. تمام تمام. يا ريت نبقى كل الناس فاهمين. العمود فيه التفال يا جدعان ال 16، وانا منزل فيديو امبارح مقارنة بين التفال العمود والحائط التورنادو ال 16. دي 16 ودي 16، ومنزل لك فيديو امبارح مقارنة وتوضيح ان الاتنين قوتهم واحد. عشان في واحد قال لي ان التفال مش عمليه، التفال من احسن المراوح اللي نزلت عمود. يونيون اير انا مش شغال فيه، بريفكس انا مش شغال فيه. فخش لك بقى على مروحه من المراوح اللي هي مستاهله ان انت تجيبها، مروحه بين الشعبي وبين الفئه الاوليه اللي هي الجاك. الجاك محترمه سواء 16 بوصه ولا لا بتنزل 18 و20 بوصه، الاتنين دول ممتازين. مروحه من احسن المراوح اللي نزلت ككواليتي ككل حاجه، موديلها اهو تمام، وادي شكلها اهو. مروحه بتبقى ستانلس، وفي مروحه منها اللي هي ال5 ريشه دي مروحه ممتازه 1250 جنيه بس. مروحه من احسن المراوح اللي نزلت السوق فعلا، كموتور كصوت مش عالي قوي، كقوه هواء بتيجي ممتاز، وكل حاجه. في منها حائط استانلس كله 20 بوصه بس هي وسط الحاجات اهي. يا ريت تكون انت شايفها 20 بوصه دي استانلس، دي ممتازه. فانت لو عايز حاجه تحت يعني يكون حاجه بين فريش وبين تورنادو وبين كل الكلام دوت، فهي دي يعتبر بدايه المراوح اللي بتجيب هوا. في دايو ب 1000 جنيه برضو من بدايه المراوح اللي بتجيب هوا. عايز تجيب بقى هات البوكس. البوكس دي انا عامل لك عليها فيديوهات يا جدعان والله العظيم. المروحه اللي هي البوكس ال 12 820 جنيه تستاهل اكتر من كده، مروحه ممتازه. البوكس اللي هي ستاند قمر او البوكس اللي هي ستاند ماجيك اللي هي بتايمر ومن غير ب 1000 جنيه و1050 جنيه، مروحه تستاهل والله. فمحدش يروح يجيب شعبي وبعد كده يندم. محدش يقول لي في مقارنه بين باناسونيك باناسونيك السقف وحجازي، محدش يقول لي الكلام ده تاني. محدش يقول لي تورنادو وفريش، لان خلاص الاجابه واضحه. هو كده كده كلها بتبقى اذواق، هو نفس قوه الموتور. فانت لو مش فارق معاك السعر فانت بتروح لتورنادو، فارق معاك السعر فانت بتروح لفريش. ما معكش تجيب الاتنين دول ورايح للشعب، لا انت تحط 400 جنيه ولا 300 جنيه وتجيب اللي هي الجاك. الناس اللي بتشتري من تحت بيتها مش عارفه الاسعار ايه تكتب لي عشان اكتب لها الاسعار. عشان انا شفت واحد كاتب لي ان هو خد المروحه التورنادو الدبليو ب 1700 جنيه. ده كده ده حرام. لما تكون سعرها 1400 جنيه وكانت ب 1325 ويكون خدها ب 1900 جنيه، حرام حرام. فشوف انت عايز ايه.
تمام. وما تروحش للحل الشعبي، خلاص هي كل حاجه بقت غاليه، كل حاجه بقت بفلوس، فانت تروح للحل ابو فلوس بس يكون حاجه تديك بقى هوا، حاجه تجيب لك يعني هوا في السنين اللي احنا قاعدين. احنا معناش تجيب تكييف ماشي، معناش نجيب مبرد ماشي، بس نجيب مروحه كويس. تمام. الدنيا بتغلى لا، الحاجات ديت سوقها ما بيغلاش زي ما انت فاكر. يعني الحاجات اللي هي بالذات الغاليه، يعني دي ماسكه سعر. السنه اللي فاتت ب 1850، والباناسونيك كان ب 2600 زادت 100. انما الدبليو دبليو عشان عليها ضغط كبير بقت ب 1000 وكام 400 جنيه، كانت بكام 1150 جنيه، كانت ب 1100. تمام. فعشان كده انا بقول لك الضغط اللي انت بتعمله على حاجه ما تستاهلش بتغليها. لما تكون الحاجه تستاهل وتعمل عليها ضغط هي بتغلى برضه، بس بتبقى مستاهله برضه ان هي تغلى، لان هي بتبقى جميله. حاجه انت بتجيبها للعمر بقى، انت مش محتاج، انت عاوز حاجه تقعد معاك 4 5 سنين تشغل دماغك وتفسد دماغك من كل حاجه. فانا بتكلم الكلام ده لله، مش عايز منك حاجه. انا لما اقول لك لما تنزل مثلا تجيب، مش لازم تجيب مني. فيا ريت بقى كلنا ندعم القناه، كلنا نكتب كومنت كده جميل زي حضراتكم، كلنا نفيد بعض. اللي جاب حاجه وطلعت مش كويسه يا ريت يكتبها في الكومنتات للناس، يا ريت اللي جاب حاجه طلعت كويسه يكتبها برضو للكومنتات للناس، ويا ريت نكبر ببعض كده ونبقى كويسين. ولو عوزت اي حاجه اكتب لي. سلام.